تابعت قناة الصحراء 360 فعالية الوقفة التضامنية اليوم تضامنا مع غزة الفلسطينية، والتي نظمتها وبنجاح التنسيقية المحلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بحضور نخبة من الأطياف الجمعوية والنقابية والحزبية. نترككم مع هذه التغطية للزميلين مصطفى رويش ودحمان مايريس. الشجاعة والإنسانية لبعض الأنظمة خاصة في أمريكا الجنوبية. فلسطين أبية أرض شعب قضية، فلسطين أبية أرض شعب قضية. شاهد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، يا شاهد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح. الكرامة والعزة، الكرامة والعزة، والأمام الخاصة، الكرامة والعزة. القدر ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. يوما أراد الحياة ولا بد أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. سينتصر. هذه مبادرة أو تنسيقيات فيها مجموعة من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية اللي ارتأت ديال أنها دير هذا الشكل، وكاينة باقي أشكال أخرى جاية في الأفق. طبعا هذا الشكل أقل ما يمكن أننا أن كل غيور في هذه البلاد وكل غيور في المغرب أنه يندد بالمجازر التي تقوم بها الصهيونية أو تنفذها الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني البطل في غزة وفي الضفة الغربية خلال هذه الأيام وفي سنوات سابقة. هذه الوقفة الاحتجاجية بهذا الشكل الرمزي المتواضع، ونأمل أن الأشكال النضالية المقبلة تكون حضور جماهيري أكبر، تكون مسيرات، تكون أشكال نضالية أخرى فيها حملة ديال المقاطعة ديال المنتوجات الإسرائيلية، فيها حملة لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني. إذا هذه حملات كاينة على المستوى العالمي، ما دابينا على المستوى ديال قلميم ايضا تكون هذه القوى ويكون الشعب ويكون السكان والمواطنين في قلميم حاضرين في هذه الديناميه ديال التنديد بالهمجيه الصهيونيه والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في محنته الحاليه. وشكرا. حقيقه نستنكر وندين باشد العبارات صمت وتخاذل عديد من الانظمه العربيه، خصوصا صمتها الرهيب امام ما يقع من مجازر بربرية إرهابية من الاحتلال الصهيوني الغاشم على إخواننا في غزة. ونحن من هنا من هذه المدينة، مدينة الإباء، مدينة قليمين بوابة الصحراء، نصرخ طبعا بأعلى صوت نعم للتضامن مع إخواننا في غزة، نعم، وندعم صمود المقاومة، وندعم كل الفلسطينيين سواء في الشتات وفي أراضي 48 وفي غزة وفي الضفة وفي كل بقعة من بقاع هذه الأرض، أرض الإسراء والمعراج. ندعمهم من هنا من بوابة الصحراء المغربية من خلال تنظيم هذه الوقفة التضامنية في هذه الليلة. شكرا لكم. في إطار الوقفة التضامنية اللي عزمت على تنظيمها أو نظمتها مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بقلميم، أبيت إلا أنني نشارك في هذه الوقفة التضامنية اللي كتعبر على الموقف اللي كيتبناه الشعب المغربي من المساندة والدعم اللا مشروطين والغير محدودين للشعب الفلسطيني وخصوصا الغزاوي في ظل القصف والحرب اللي كيشنها الكيان الصهيوني على الشعب الابي الفلسطيني. من هذا المنبر احنا وبمناسبه هذا الشهر الفضيل كندعو الله انه يكون في جنب الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت كنطلبوا منه انه يسمح لنا لاننا احنا كشعوب عربيه هذا هو اقل ما يمكن اننا نقدمه. وشكرا لكم انتم ايضا كمنبر اعلامي. هذه الوقفه كتجي تلبيه لنداء ديال الائتلاف الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لاجل ايقاف الحرب
وكذلك وفق القناعات ديال المناضلين في منطقة قلميم. نحن في مدينة قلميم نقول دائما كلمتنا ونقف وقفة بطولية مع الشعب الفلسطيني بشكل مستمر.